ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. متنسوش حبايبي تصلوا على النبي. هنعمل النهارده بقى طاجن السعاده. معانا معلقتين دقيق هننخلهم كده. متنسوش يا حبايبي تدعوا لاخواننا في فلسطين، ربنا يفك كربهم يا رب. حط طبعا معلقتين دقيق، وحطينا رشه ملح صغيره، ودي معلقه سكر كبيره محطتهاش كلها. هنحط معلقتين كاكاو. طاجن كده سهل وبسيط. متنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناه، فضلا وليس امرا. حطينا معلقتين كاكاو وهنقلب كده. بعد كده هنحط ايه، نص معلقه بيكنج باودر وهنقلب. ويا ريت تتفرجوا على الفيديو للاخر يا حبايبي، المشاهدات واقعه خالص. كده هنقلب بقى البيكنج باودر، بس بنقلب حلو عشان لو في دقيق وكده في الطاجن. معلقتين زيت، هنحط كده معلقتين زيت بس. وبعد الزيت بقى نحط لبن، واللبن ملوش معيار. هو الطاجن على فكره يعني بتعمليه كده لو ملوش معيار. اللايك يا حبايبي، ما تنسوناش في اللايك. والاول مره يشوف القناه، دي قناتي كانت نونة، يعمل لي متابعه ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد، فضلا وليس امرا. وياخد جوله كده، عاملين وصفات وحاجات حلوه في القناه. بس احنا بنقلب كده اللبن، هي تحتاج كده لبن تاني. انا زي ما قلت لكم هي ملهاش معيار. نحط شويه كمان ونقلب. لقيناها محتاجه لبن تاني نحط لها، لقيناها حلوه يبقى كده ايه، خلاص كده في المظبوط. بس هي كده خلاص كده بقت حلوه. هنحط بقى شوكولاته شيبس او اي شوكولاته عندك وتقلبي. بندخل طبعا الشوكولاته في قلب الخليط اللي احنا عملناه دوت، ونحط شويه كمان على الوش. الطاجن بقى لازم ندلعه. هندخلها طبعا ايه الفرن بعد الشوكولاته اللي احنا حطيناها. طبعا هندخلها الفرن على درجه حراره 180 من تحت. وبعد كده ايه، هنشغل عليها الشوايه من فوق، ودي كده طلعناها. هنرش على طبعا ايه شوكولاته سايحه كده. صوص الشوكولاته ده بيبقى جميل جدا فيها. لو عندك نوتيلا برضو بيبقى حلو. بصوا سخنه، لسه مطلعينها. بصوا البخار، حاجه كده جميله فعلا. اسمه طاجن السعاده. انا عندي عيال بيحبوها سخنه كده. اعملوا بقى لايكات كتير عشان خاطر الطاجن الحلو دوت. وباي باي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.